ماشي يا بيرم ماشي، هبعت لك شيك ب 200,000 جنيه تحت الحساب. يلا سلام. بس تعرفي يا بنت يا سلمى، اللي عملناه في الميدان ده كانت ضربة معلم بجد. ده في أكتر من 5000 واحد انضموا للحزب من امبارح للنهارده. يعني عليك باردة يا ريس. انت عارف الناس على الفيس ما عندهاش سيرة غير صريح الفيل وحزب الصراحة راح. اصلا على الصفحة بتاعت صريح الفيل لافرز. طب طمنيني، اخبار المعجبات عندك ايه في الصفحة بتاعتي؟ ده امبارح كان في بنت اسمها صفاء مادونا قعدت تتكلم معايا لغاية الفجر، دوسنا مع بعض قوي في الكلام. مش صفاء بس، ده البنات والولاد هيقطعوا بعض عليك. البنات ماشي، انما الولاد دي مش حلوة منك يا سلمى. مش قصدي يا ريس، انا قصدي يعني ان هم مقطعين نفسهم كلام عن الحزب. انت عارف يا ريس صفحتك بقى فيها كام واحد دلوقتي؟ كام؟ 17,200. عارف بقى عمرو دياب بجلالة قدر وعنده كام واحد؟ هيكون عنده كام يعني؟ بكتير و15,000، وتلاقي نصهم قرايبه والنص التاني تبع عز الدين عتاقي. لا 1,200,000 بس طبعا مش بعيد عنك يا ريس. لا مش بعيد، هنجيبه ان شاء الله. والله لو حطيت عمرو في دماغي نجيبه. بس ايه حكايه يا ريس اللي انت ماسكاها لي النهارده دي؟ ما انا جايه لك بقى في الكلام. تعالى. انا شايفه في ظل شعبيتك الجامده قوي دي وحب الناس الجامد قوي ليك ده، انا شايفه ان انت لازم تترشح للانتخابات. انتخابات ايه يا بنت؟ انتخابات مجلس الشعب الجديده لسه بدري عليها قوي. مجلس شعب مين؟ انا بصل ابعد من كده بكتير. انا بتكلم على انتخابات رئاسه الجمهوريه. لا معلش يا سلمى، واسعه منك دي. ولا واسعه ولا حاجه، ترشح انت بس وسيب الباقي عليا. يا بنت يا هبله، لو انتخابات مجلس الشعب مقدور عليها، انا اخشها وبطني بطيخه صيفي. انما انتخابات الرئاسه دي حاجه تانية خالص، عايزه تكتيك مختلف. وبعدين الناس في مصر هينتخبوني دلوقتي ليه؟ العنابي. الناس في مصر هتنتخب اي حد معاه الرجل العنابي، لانه بقى رمز المواطن المصري. هو اللي بيجيب لهم العيش وينقذهم من الحوادث ويسلك لهم المرور. الراجل العنابي في نظر كل مواطن مصري بقى طوق النجاة اللي ينقذ هذه البلد من الغرق. والعنابي في جبنة، يبقى الشعب في جبنة، تبقى الرئاسة في جبنة. حلوة مني دي ولا لأ؟ طبعا حلوة، وكده احنا جبنا كرسي الرئاسة وحطيناه في جبنة. انت داهية سودة مسيحة، دماغك سم. تلمستك يا ريس. بس بقول لك ايه بقى، انا عايزة الحلاوة. طبعا تستاهلي، من حقك. ليك عليا اول ما اوصل للكرسي هديك الخارجيه يا الله، عشان تبقي زي اسمها ايه دي الامريكانيه دي، كونديليزا رايس. ها يعني تفرق عنك ايه؟ طب ده انت وشك احلى من وشها ووسطك احلى من وسطها، بس معلش هي رجليها احلى من رجليك. ماشي ان شاء الله خير يا جماعه. اتفضل كده. هو بقاله كتير على الحاله دي؟ بقاله يومين يا دكتور. ما بيعبرش بوشه خالص؟ لا ما بيعبرش. ما بيتكلمش؟ لا ما بيتكلمش. ما بيلعبش؟ لا ما بيلعبش. ما بياكلش؟ لا بياكل طبعا يا فندم، مش للدرجه دي. ما تطمنا يا دكتور، في ايه؟ احنا متقبلين لاي صدمه. الولد اتشل؟ فضل الله ولا فلك يا اخي. في حاجه حصلت وصلته لكده؟ غريبه جدا، انا عمال اراجع كده اليومين اللي فاتوا، شاف ايه؟ مش لاقي اي مبرر للموضوع ده. انت مخبيه عليا حاجه يا دينا ولا ايه؟ والله عموما يا مدام انا هكتب له شويه مهدئات وهعدي عليه ان شاء الله بعد يومين، وان شاء الله هيبقى كويس. اتفضل يا دكتور، حضرتك عارف الطريق. طب لو سمحت يعني ممكن لحظه من فضلك؟ اتفضل يا دكتور. بالنسبه للفيزيتا يعني شرطه. اتكل على الله يا حبيبي، اتكل على الله. يلا. شرطه. انت اللي عملت في ابني كده، احساسه ان ابوه فاشل ومالوش قدوه، هو اللي عمل فيه كده.
انا مش هسامحك لو جرى له حاجه. انا مش فاشل وما تتكلميش معايا كده. انت ليك عيب تتكلم، مش مكسوف من نفسك. انا هاخد نظام واروح اقعد عند بابا لحد ما اشوف نهايه لعلاقتنا الزفت دي. لا انت مش هتمشي، انا اللي همشي. مش انا الراجل اللي يخلي مراته وابنه يسيبوا بيتهم ويمشوا. وبعدين يا هانم انا مش ناسي ان الفيلا دي بتاعتك وباسمك، ما تخافيش. انا نص ساعه هلم حاجتي واسلم على نظام وامشي. نص ساعه؟ 5 دقايق. دول 5000 جنيه نصيبك من الدفعه اللي بعتها صريح. الصلاة على الصلاة، هو ده الشغل يا دكتور. بس بقول لك يا دكتور، يا عصفور، هو صريح آخر مرة بعت كام؟ بعت 7000 جنيه. بعت 7000، اديتك انت 5000 وانا اخدت 2000 عشان المشاريع بتاعتي والتجارب وكده يعني. يا دكتور بس انت كده جاي على نفسك ياما. بص يا عصفور، الحمد لله انا اخر حاجه تهمني الفلوس. اهم حاجه عندي اني ببات اخر اليوم ضميري مرتاح. عارف ايه احسن حاجة فيك يا دكتور؟ ايه يا عصفور؟ انك متدين ياما وبتتقي ربنا مع انك ما بتصليش. هذا من فضل ربي. ايوه بس يا زميلي كده مش عدل. حقها يعني؟ الفلوس دي هتتقسم بيني وبينك بالنص وببركتها كده. لا يا عصفور معايا والله. امسك يا دكتور. لا امسك يا دكتور وربنا ما هم راجعين يا دكتور. ماشي يا عصفور ماشي. مستني حد؟ لا. مين؟ هات الفلوس دي قبل ما حد يخش. عصفور. ايه ده؟ عصفور. يا بنت يا فاتن، ايه اللي جابك دلوقتي؟ الله، انت مش قلت لي خلصي امتحاناتك وتعالي اقعدي معايا؟ ايوه صح انا قلت كده، بس هي الامتحانات خلصت بسرعه كده؟ اه. طب اترزع اقعدي. ده الدكتور بيرو اللي انا شغال عنده، ودي فاتن اختي الكبيره واخر العنقود يا سيدي. لا ما هو باين ان هو اختك من نفس الصفيحه. اهلا بيك يا دكتور. عصفور ياما حكالي عنك. بقول لك ايه، هو انت مرتبط؟ ايه؟ ما تهدى يا فاتن، في ايه؟ ما تقومي تبوسي احسن يا بت. ايه ده؟ هي دي مش بدلة الرجل العنابي؟ لا دي بتاعت لا دي بدلة الرجل العنابي بس التقليد، بتتباع في التوحيد والنور ب 30 جنيه. جبتها له هديه بس طلعت ضيقه عليه. رجعها بقى وهات لي مقاس اكبر. انا عارفه انها مضروبه، اصل انا شفت الحقيقيه. اقول لك على حاجه عصفور مش هتصدقها. لا ما تقوليش وهصدق. عارف اخر مره كنت عندي في المنصوره ايه اللي حصل؟ ما تقوليش عشان ما اديكيش بالجزمه يا فاتن. الرجل العنابي جالي الجامعه قدام كل اصحابي وحياة امك والنعمه واداني ورده. الرجل العناب جالها الجامعه. شفت ابن اللذينه؟ وادالها ورده. انت بتصدقها يا دكتور؟ دي اختي وانا عارفها، زرطه وبطنها فاضيه. فاتن والنعمه مزراطه، والنعمه يا دكتور ده اللي حصل. مخصوم منك 3 ايام يا عصفور. استنى بس يا دكتور مخصوم بيه. منك 3 ايام ومش بهوش. عاجبك كده يا بنت الخامه؟ خش ترتع في الاوضه جوه عقبال ما اجيلك. نظام يا حبيبي. اتعشيت كام مره النهارده؟ اجيب لك تتعشى؟ تشرب سيجاره مع بابا؟ تشرب معايا سيجاره؟ بهزر طبعا. انت مش هتقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ ماما مضايقك في ايه؟ طب بلاش ماما. انا مضايقك في ايه؟ انا عارف ان انا مضايقك على فكره بس بستعبط. على فكره القفل اللي انت شفته ده مش حقيقي، ده تمثيل. وانا ضربتهم كلهم بس بعد ما انت قفلت التلفزيون. نظام يا حبيبي. انت مش عارف ان بابا بيحبك قوي قوي قوي؟ عارف ان انت اغلى حاجه في حياته؟ عارف ان كل حاجه بيعملها وشغله وكل حاجه عشان انت تبقى مبسوط وعشان تبقى فخور بيه وتقول للناس كلها انا ابن تيسير فهمي؟ رد عليا بقى. ايش يا نظام؟ انا مش هضغط عليك، انا هسيبك براحتك. انا همشي كام يوم كده وهطمن عليك من ماما. لو وحشتك كلمني. خلاص بقى يا دكتور ما تضيقش كده. انت هتستعبط يالا؟ انت بتستغل الرجل العناب لمنافع شخصيه؟ هو ده القسم اللي انت اقسمته؟ اعمل ايه بس يا دكتور؟ انا لقيت البت واقعه قلت اروح اصيطها في الجامعه. وانا مال اهلي؟ انت عصفور بتعمل فيا كده ليه يا ابني؟ يا ابني انت هتجيب لي جلطه في مخي، والله هتجيب لي جلطه. يا ريتني خبطت اي حاجه قبل ما اخبطك يا عصفور.
يا ريتني خبطت سنجاب قبل ما اخبط. تخبط سنجاب؟ السنجاب احسن مني. والهانم اللي جوه دي ماشيه امتى؟ لا دي قاعده معايا على طول. قاعده معاك فين؟ قاعده معايا انا في الاوضه، لازقه معايا على طول. ما ينفعش يا عصفور، دي هتبوظ لنا كل حاجه، وبعدين شكلها حشريه بتتدخل في اللي ملهاش فيه. هو ان جيت للحق يعني هي بنت جزمه بتحط مراخيرها في كل حاجه، بس انا بفكر اجوزها واخلص منها خالص. تجوز مين يا عصفور؟ ده شفيقه في راسها اكبر. لا ما انا على السكه وعلى الدغري كده، انا عندي فكره. قول. لا ما انا قبل ما اقول الفكره عايزك تاخد حبايه من الملايم بتاعك. خد حبايه بس. استر يا رب. ها؟ لا معلش، خد حبايه كمان. اسمع الكلام بس. انا شامم مصيبه. ناولني، اديني. ايه رايك يعني لو نجوز البنت اخت الغامقه للواد اخوك السيس؟ انت اتهبلت في مخك يا عصفور؟ انت عايزنا نناسب جرابيع زيكم؟ ده احنا عيلتنا كلها دكاتره ومهندسين. يالا ايه يعني دكاتره ومهندسين؟ لا مؤاخذه، يعني عندكم حد في عيلتكم بيطير؟ لا. احنا بقى عندنا، غير بقى ان جوز خالتي اصلا امين شرطه. تصدق يا عصفور فكره مش وحشه قوي. ما انا بقول لك. وهو برضه تبقى رحمتي، عشان لو فكرت تلعب بديلك كده او كده تبقى اختك تحت رجلي. واخوك هيبقى تحت جزمتي. لا البسه ولا فارق معايا. يبقى نقرا الفاتحه يا زميلي. استنى بس لما اشوف هقول لامي ازاي على الموضوع ده. والله ما انا عارف هتستحمل الصدمه دي ازاي. انا متوقع تتشل فيها دي. ان شاء الله. نقرا الفاتحه بقى، يلا. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان الثانية في بعدي سنة، لو ما منتش ان الجنة في حضني انا، ما بقاش انا، لو ما عرفتش ان حنانك سر وحناني، وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني، وانك مهما بعدت ترجع تتمناني، ما بقاش انا. احسنت يا رباب. توجعش قلبي بقى يا باشا. متقلقيش عليا يا رباب، انا الصبح هبقى كويس. نام انتي وانا الصبح هبقى كويس. هو حضرتك هتنام هنا يا باشا؟ هفرش هنا كده وانام. ايوه يا باشا، بس ازاي حضرتك هتنام هنا يعني؟ ما ينفعش. ما ينفعش انام هنا؟ حتى انت يا رباب بعيني؟ مش القصد يا باشا، بس حضرتك عارف ان ده حجز الستات يعني، فمش هينفع. صح. ماشي. تصبحوا على خير. هو حضرتك ما عندكش حته تبات فيها؟ مش عارف انام فين والله يا رباب. طب ما تشوف حد من صحابك. صحابي؟ تصبحوا على خير. جرى يا سلامونتي؟ جرى ايه يا بهجوج؟ بلا بهجوج بلا مهجوج بقى. انت خليتي فيها بهجوج، عماله تنفضي فيا وناسي ان انا اللي جايب لك المنفضه. ما تجيب من الاخر. بقالك 3 شهور عماله تمطوحي فيا، وكل ما اقول لك اقابل امك تزوغي مني. في ايه؟ ها؟ ما انا قلت لك ان ماما عندها برد، واول ما تخف هنتفق على ميعاد ونتكل على الله. برد؟ 3 شهور برد؟ ليه؟ بقى في بينها وبين المرض عشق ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كدابه يا بهجت؟ ما قلتش كده يا ست الكل، بس برد 3 شهور اوفر قوي. ده لو ايدزي كانت خفت منه. واضح ان في حاجه انت عايز تقولها. هو في ايه؟ في حد قال لك حاجه عني؟ مش محتاج حد يقول حاجه يا سلمي، كله باين. قعدتك مع صريح بيه واخداه على حجرك بتطبلي له، ونفسي برضه ان انا اللي جايب لك الطبله. ما تقولش كده يا بهجت، ما انت عارف انه شغل. يعني انا هيكون ما بيني وما بينه اسرار ليه ان شاء الله. بقول لك ايه يا سلامونتي، بهجت لذيذ، انما لما بيقلب بيبقى مغيث. ايه؟ مش موجود ولا ايه؟ طيب مين؟ تعال. ايه ده تيسير بيه؟ سوري يا مدحت، انا صحيتك؟ لا يا فندم، انا اكيد بحلم. لا انت ما بتحلمش يا مدحت. طب يا فندم.
هلبس بسرعه واجي لحضرتك. هو حصل بلوه في الشغل؟ لا يا مدحت، دي حاجه ملهاش علاقه بالشغل خالص. طب يا فندم يبقى نخش نقعد جوه احسن بقى. اتفضل يا فندم. انا خايف بس اكون ازعجتك. لا يا فندم ازاي؟ اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. اصيل يا مدحت. ايوه يا فندم. الشنطه يا مدحت. حاضر يا فندم. الشنطه خفيفه قوي يا فندم. يلا بس يلا عيب. يا ولاد الكلب، العيال كلهم ابوهم يا مدحت. الله يكرمك يا فندم، الله يخليك. المهم طمني وبعدين. بس خدت موقف طبعا وسبت لها البيت. طبعا. هو الراجل مننا يا مدحت غير شويه كرامه. طبعا يا فندم، الراجل ايه غير شويه كرامه. بس يعني الستات بيبقوا عاوزين شويه اخد وعطا كده، شويه لينا. لا معلش يا مدحت، انا مش معاك في دي. الست يا مدحت ساعات بتوصل لمرحله بيبقى الراجل لازم يعمل ستوب. الستات دول يا مدحت صنف واطي، ساعات بتبقى لازم تاخد بالجزمه. سوري يا مدام مدحت، انا اسف. مش كلهم طبعا. المهم بقى يا سيدي انها متصوره ان انا ما عنديش حته بات فيها، اكمني عندي مشاكل مع اهلي وكده. ما تعرفش ان انا ممكن في اي وقت اجي ابات عند مدحت هنا. ها ايه يا مدحت؟ انت مش طول عمرك بتقولي ان احنا اخوات وان انت هتقف جنبي في اي مشكله؟ يا فندم طول عمري زمان. عموما يا فندم البيت بيتك، البيت بيتك. ده العشم برضه يا مدحت. عموما انا مش هطول، كلها شهرين ثلاثه لغايه ما هي تيجي زي الكلبه وتعتذر لي هنا. هتيجي يا مدحت انا متاكد. ايه رايك؟ حضرتك هتنام على السرير الجميل ده، اما الجوز الملايكه اللي قدامك دول هيناموا جنبك على السرير التاني ده. ها حاجه تانية؟ انا خايف بس يا مدحت اكون عامل لك احراج او حاجه. خايف؟ ما تخافش يا تيسير بيه، خد راحتك. انا ما بحبش انام جنب حد. ولا انا. ما تخلي صاحبك ده ينام في حته تانية غير عندنا. ولد مش عايز قله ادب. انتوا مش كنتوا عايزين اجيب لكم كلب؟ بس سيبني اتصرف. مش كنتوا عايزين اجيب لكم كلب؟ وقلتوا لي ان الاوضه كبيره والكلب ممكن يبات معاكم في الاوضه؟ ممكن الكلب يقعد معايا لكن عمه ما يقعدش معايا. ولد. ماشي يا مدحت، انا اتهزقت يا مدحت. سيبني اسيطر على الوضع، سيبني. طيب مفيش كلب. خلاص خلي عمه يبات معانا في الاوضه. انا اكمل اول. خلاص تسيب ايه؟ مش يا مدحت. برطع. واحده واحده على العيال. فهمتكم دلوقتي، بس فهمتكم. لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة، ولم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. صريح عبد الفتاح الفيل. يمكن توصل كده، لا يمكن. استغفر الله العظيم يا رب. مدحت
مدحت انا تيسير ما تخافش. سوري يا مدام مدحت، انا اسف. عايز بس مدحت في اللحظه. مدحت انا عارف انك تيسير. نعم. انا مش عارف انام يا مدحت. انت لسه برضه حضرتك بتفكر في موضوع المدام؟ مدام ايه يا مدحت؟ السرير جوه ضيق جدا يا مدحت، صغير مش عارف انام فيه. وانا اعمل ايه يا فندم دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ما انا كنت بفكر ان انت تروح تنام مع الولاد وانا انام جوه. يا فندم اللي جوه دي مراتي، مرات انا. مراتك ايه يا مدحت؟ نيفين دي اختي. يا سلام. يا سلام ايه يا مدحت؟ انت دماغك راحت لفين؟ انا قصدي ان انت ونيفين تروحوا تناموا مع الولاد جوه وانا انام هنا. كل واحد فيكم ينام على السرير وياخد عيل من عياله في حضنه. العيال محتاجين من حضن قوي يا مدحت. يلا يا مدحت، يلا يا مدحت، عندنا شغل الصبح. يلا يلا يا مدام، يلا يا مدحت. ايه الهيصه دي؟ انا مش عايز هيصه في الاستوديو. اتفضلوا هنبدا تصوير. خلاص يا بخ، انا لو اتكلمت هيقل ادبي، كلمه انت. ستوك ايه يا ابني؟ المخرج بس اللي يقول ستوك. معلش بس انا عندي استفسار كده يا عم هيصه. اتفضل. لا مؤاخذه يا عم هيصه، يعني حضرتك يعني قلت لنا الكليبه دي احنا رايحين شرم الشيخ نصور هناك حيث المراكب والنسوان لا مؤاخذه اللي لابسه مايوهات، فجاه بقدره قادر بعد ما صرفنا وانتاج نخش نلاقي هنا اوضه خضراء. ليه الفلوس يا عم هيصه؟ معلش ليكوا حق يا ولاد. دي حاجه جديده في السينما اسمها اسفيكيشن السينما. مين؟ اللي هي بتخش بعديها في الفوتوشوب. فين؟ بيركبوا بقى. انا هفهمك بالبلدي يعني. انت مش عمرك ما حلمت في حياتك انك بتعوم وبتبلبط في الميه وغرقان ايوه صح وربنا صح. والاجانب معجبين بيك وانت في صح، حلمت اكتر من مره. قمت في مره من النوم مبلول. حصل بس ملوش علاقه يعني بال. لا ما حصلش. ينفع كده؟ لا ما حصلش. البلد بتاع البحر غير اللي بيقول عليه. لا ما حصلش. هي دي تكنولوجيا السينما، دي السينما الجديده. ورحمه اتفضلوا. ده شكله بيتكلم صح. صح. لا ما بقاش تحرجنا تاني بقى، احنا اسفين يا عم هيثم. يلا يا عم. ما تنور الشاشه شويه. كده كويس. يلا يا جماعه. تسهر لي ساعات تستناني، بتسأل عني وعارفاني. تسهر لي ساعات تستناني، بتسأل عني وعارفاني. انا السكة التانية وادوب في الثانية. انا سكومون الصلصة ومتصيد واصرف فلوسي عالبيت بوسي. انا وادخل اخلص عمري معايا. انا صح الصح وصاحب صاحبي من زمان. انا وادخل بوس بحلق بالموس والسنجة كمان. وبحب السمك وما اكلش بامي ولا بقسماط ولا بسبوسة. انا واد ما يسوى وفي قلبي اسوى والدنيا عايزة الواد السوسة. تسهر لي ساعات تستناني. رئاسة ايه اللي عايز ترشح نفسك فيها؟ هي البلد ناقصة فساد؟ فساد في عينك وفي عين طمطم امك. انت مالك يا قال؟ هو اكل ولا محلقه؟ وبعدين انت من هنا ورايح تعمل اللي اقول لك عليه وبس. وبالظبط العنابي هيظهر معايا في كام برنامج على كام ندوه، لزوم الدعايه الانتخابيه. مش هنخلص بقى. يعني قلت لي العنابي يعمل معاك مؤتمر صحفي، خليت لك العنابي يعمل معاك مؤتمر صحفي. قلت لي يطير لابس شعار الحزب بتاعك على صدره، طيرته لابس شعار الزفت بتاعك على صدره. قلت لي لف بيك ميدان التحرير، لففته بيك ميدان التحرير. لكن لحد هنا بقى ستوب. مفيش ستوب. انسى ستوب دي خالص. العنابي هيفضل لازق فيا لحد ما ابقى ريس. وانت تبقى ريس على اساس ايه؟ على اساس ان فكر جديد، برنامج ثوري، على اساس ان كل المصريين تما بلا استثناء بيحبوني جدا. ده بدليل ان مراتك وولادك اللي هم من صلبك طفشوا منك.
كلمة زيادة في الموضوع ده، البلغة الشبابي دي على دماغك. عارف البلغة دي أغلى منك أنت شخصيا. بعدين مالك يا آلاء؟ مالك عمال تاكل في بعضك كده؟ محروق مني ليه يا آلاء؟ ها؟ بقول لك إيه؟ أنت فلول؟ انا فلوس. وريني فلوسك اديك اللي انت عايزه. أنا حاسس إن أنا قاعد مع رقاصة. فلوسي إيه؟ لسه عايز فلوس تاني؟ ده أنت نهبتني، شفطتني، ده أنا خلاص قربت أبيع هدومي بسببك. وانا نظير الفلوس دي بقدم لك خدمه العناب، بس مش كده. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. هو ايه؟ ادي لك صباعي تاكل دراعي؟ يا خالتي يا الامثله الشعبيه اللي انت عمال تحدفني بيها دي. ها بقول لك ايه يا ابو صباع، العنابي هيظهر معايا في كل البرامج وفي كل الندوات. بس العقد اللي بينا ما بيقولش كده. عقد ايه يا ابو عقد؟ انسى العقد ده خالص، دي مرحله وانتهت. والعنابي هيظهر معايا ويلزق فيا بالذوق بالعافيه، هيظهر ويلزق. بقول لك ايه يا انكل، الشويتين اللي بتعملهم على الناس عشان تاكل بيهم عيش دول ما يتعملوش عليا. انا بيرم. يعني ايه بيرم؟ بيرم اللي ولاء الرجل العنابي الاول والاخير ليه، مش لصالح الفيل. يعني بكل بساطه اخلي العناب يطير يوزع منشورات ضدك وضد الحزب بتاعك وضد القناه بتاعتك. فاهمني؟ برافو عليك يا بيرو، انت نجحت في الاختبار يا آلاء. انا كده اطمنت ان عرفت اربيك كويس. لا انت ما عرفتش تربيني لان انا اصلا مش متربي. مشيها ربيتك عشان شكلي يبقى حلو قدام نفسي حتى. حس كده بقى، حضر لي دفعه 50 60 الف جنيه، عايز اعمل صيانه ال 100 الف كيلو. انت نجرك يا آلاء، ايه صيانه ال 100 الف دي كمان؟ ايه ما العناب طاير لحد دلوقتي 100 الف كيلو، لازم يتعمل له صيانه. هغسله واغير له فلاتر وحساسات واغير له عناب، يعني شويه حاجات بسيطه كده. ما تنساش تنضف لي الشكمان بالمره. ماشي يا بيرو، بكره ان شاء الله هيكون عندك شيك وبالمبلغ المطلوب. صباح الفل يا مدحت، سخن العيش ده بسرعه. صباح الفل يا فندم. بسم الله ما شاء الله، ايه كل ده؟ ده الفطار يا مدحت. بس احنا ما بنفطرش الفطار ده كله يعني. ما انا عارف يا مدحت، انت قلت لي ده ليا انا. اذا كان لحضرتك ماشي، طب عنك انت بقى. لا استنى، سخن انت بس العيش. بقول لك ايه يا مدحت، صحيح قول يا فندم. كان في موضوع كده عايز اتكلم معاك فيه. اكيد موضوع المدام ضايقك شويه. لا يا مدحت، انا كنت جايب جبنه رومي امبارح وحاططها في الثلاجه، واضح ان في حد فتح الثلاجه واخد منها. يا ريت الكلام ده ما يتكررش تاني طول ما انا عندك هنا في البيت. يلا سخن العيش وانت الولاد يجوا يفطروا. يلا حاضر يا فندم. شايف يا عم؟ شايف الدباديب؟ شايف الستات اللي زي القمر يمين وشمال بيصوتونا؟ انا اللي مأجرهم. ويعني تامر حسني الجعمانة ما بيجيب ناس اول ما يكح يغمى عليهم. انت هتشتغلني يا عمتك، دول هم نفس الاسبان اللي كانوا معانا في قلب الكريب. اسمه مش هينفع. خلاص انا هراضيهم. اسم هترضيهم يعني هو من جيبك يا عم هيك. حي الناس بقى، انت هتفضحنا. حي تسم انا هنزل بقى بس. ماشي يلا واحنا معاك. احنا جاي وراك. خلي بالك من الناس، خلي بالك الكوبايه. يلا يا نتاشا شكرا. الف مبروك يا عصفور، الكليب مكسر الدنيا. الكليب حلو قوي 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 يا عصفور، بس هو ماله صوتك؟ يعني تحس كده انه مش صوتك. دي اسمها البحة يا بت، دي المطربين الكبار بس بيعرفوا يعملوها. يعني انا مثلا فؤاد، عدويه، حسن الاسمر كده يعني. ايه ده وبتعملها ازاي دي بقى يا اخويا؟ بصي بغني بحزقه كده كأن عندي امساك، يعني لو بطني مكركبه اخاف اغنى ثروه الدنيا. الله يجازي شطانك يا عصفور، بس ان جيت للحق ابويا برضك عامل شغل عالي قوي. ايه رايك يا بنت بابا؟ زي الفل. كليب هيكسر الدنيا.
الكليب ده ان شاء الله هيبقى نقله ليا ونقله لعصفور ونقله لام هدير. مين ام هدير دي يابا؟ بياعة الفجل الموديلز اللي كانت مع عصفور في الكليب. بقول لك ايه يا عم هيصه، ما تزيدش بقى عشان انت وربنا بوظت لي الكليب. صدق انت واد قليل اصل. والله العظيم صدق قليل اصل. بقى بعد ما عملت الكليب وتعبت فيه بعرق وشقايق بتتكبر عليا على استاذك يا عصفور. بلا استاذي بقى بلا نيله، خلتني اشتري جزمه بانس ب 80 جنيه ولا طلعتها ولا مره في الكليب، مركز على وشي وسايب الجزمه. تقدر تقول لي الجزمه فين يا عم هيصه؟ شلتها في المكياج انا حر. والله دي رؤيه مخرج. خلاص بقى يا جماعه صلوا على النبي، ما الكليب ضرب ومكسر الدنيا اهو. انا هسامحه المره دي، معلش هسامحه عشان بس مش عشان خاطره، عشان خاطر البنت الجميله دي اللي شرفتنا بعد مده ما شفناهاش. والنبي يابا ده انا مبسوطه قوي ان انا هيبقى لي اخت في الحاره. والنبي انتوا اللي اهلي وحبايبي. والله كبرت وبقيت عروسه يا فاتن. صح يا عم هيصه، اول مره في حياتك تقول حاجه صح. فاتن فعلا كبرت ولازم تتجوز بقى. صدق انت صح. ايه رايك في توته العجلاتي؟ الواد نظره ضعيف وهيرضى. لا معلش يا عم هيصه، عريس فاتن عندنا الواد ابنود ياخد دكتور بيرم، برضك نظره ضعيف ومش هيشوفها. لا يا عصفور مش هينفع. ليه بس يا بنتي؟ ليه؟ هتعملي زي اختك ناتاشا هتخللي جنبي. استنى بس يابا، ليه لا يا فاتن؟ علشان انا في حد متكلم عليا. ويطلع مين ده ان شاء الله اللي متكلم عليك وانا ما اعرفش يا بنت؟ الرجل العنابي. ايه؟ الراجل عناب؟ أيوة. بيطلع في التلفزيون بتاع صالح الفيل. ايوه مش انا قلت لك يا عصفور انه جالي الجامعه وطلب ايدي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احنا ناخدها ونطلع بيها على مستشفى العباسية. يا بنت الراجل العناب اللي النسوان بتترمى عليه معجب بيك انت يا غامقه؟ ايوه هما بيترموا عليه بس بيحبني انا، ده بيتشحت في مكالماته بالليل كل يوم ما بيكلمني. الراجل العناب بيتشحت في مكالماته بالليل يا بنت الهجاصه. ايوه ده انا لسه مبهدلاه امبارح عشان ما قاليش تصبح على خير قبل ما ينام. الصراحه عريس ما يتفوتش. عريس ما يتفوتش؟ انت مصدقها انت كمان؟ دي بتميز عليك وزرطه وبطنها فاضيه. في ايه يا عصفور؟ بقول لك يا بنت ما تنخعيش بالقوي، انا عارف اللي فيها. انا ما بنخعش بالقوي وهو العنابي انا بحبه ومش هتجوز غيره. طب اقول لها ايه دي؟ الجوازه دي عيب وحرام، ما ينفعش يا بنت تتجوزيه. انت ليه مصر تقفلها في وش كل ما واحد يطلب ايدي؟ كل ما حد يطلب ايدك يا بنت؟ اما في حد اصلا طلب نمره تليفونك؟ حرام عليك يا عصفور، بقول لك ايه انا بحبه ومش هتجوز غيره، واقول لك انا هولع في نفسي احسن. ولعي في نفسك بجد. الجاز بالزرق الاحمر. استني يا بنت، انتوا عايزين منها ايه؟ ما تسيبوها يا اخي تتجوز اللي هي عايزاه. وانت مال اهلك انت؟ ده بدل ما تعقليها يا ناتاشا. تعقل مين؟ تعقل مين؟ دي اقل منها. عايزاها تقعد جنبينا يا ناتاشا؟ عايزاها تخلي جنبنا؟ مش كفايه مصيبتنا فيكي يا ناتاشا؟ بقول ايه يابا؟ بطل بقى الموال اللي انت صدق فوقك ده اهو. لا هغني وارقص كمان. بذمتك يا عصفور قص الحلاق يتعيب يترفض؟ كحلاق يترفض، انما كعريس يتوافق عليه. ده يوميته ما تقلش عن 30 جنيه يا بنت. نهارك اسود ومنيل يا عصفور، عايز نتجوز اصلا الحلاق؟ الحقي نفسك، ده انت في سوق النسوان ما تسويش كلبه بلدي. عليك وعلى ام هدير وعلى المخرج بتاع الكليب بتاعك، الله يقرفك. جاتك 60 داهيه وانت شبهه. شبه مين؟ شبهك. بحسب. ما تنساش يا مدحت نعامل الناس كويس يا مدحت زي ما الشرنوطي قال. حاضر يا فندم. صدر الحنين يا مدحت. حنين خالص يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازعج حضرتك في الرخص؟ لا قوي ده شغلك. نورنا يا استاذ ايمن. للاسف يا فندم رخصه حضرتك منتهيه. والله اصل ما باخدش بالي، بس اوعد حضرتك اني هروح اجددها على طول. طب انا اسف يا فندم، ده اجراء روتيني كده، معلش ممكن حضرتك تفتش العربيه؟ اوكي. طيب ممكن حضرتك تستاذن بس حضرتك والمدام والاولاد تنزلوا بس كده اوكي. اتفضلوا يا اولاد. يلا يلا يا اولاد. يلا يا ابني بسرعه. عايزها فابريكا. يلا. هو ده التفتيش؟ لا يا فندم دي صيانه مجانيه كده بما ان حضرتك وقفت عندنا في اللجنه. حضرتك تحب تستريح بس قبل ما يخلصوا؟ هايل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، منورانا يا مدام. اتفضلوا. مدحت الشمسيه والكراسي جاهزين؟ جاهزين من الصبح يا فندم. اتفضل تحت الضله هناك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا مدام، منورنا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. حماده. اتفضلوا.
طيب على ما يخلص تفتيش يا فندم انا بفكر اجدد لحضرتك الرخص. انا مش مصدق حضرتك يعني، شاكرين جدا. ده يا فندم العفو عليه. امسك مدحت جدد الرخص دي بسرعه. اجدد ايه؟ الرخص جددها بسرعه يلا، مش هتاخد 5 دقايق يا فندم. تشربوا ايه بقى يا فندم؟ لا شكرا. لا يا فندم لازم تشربوا حاجه، معقوله تيجوا عندي اللجنه وما تشربوش حاجه؟ انتوا عايزين تقولوا علينا بخله ولا ايه؟ معلش عشان مستعجل بس. لا يا فندم ده مش هتاخد 5 دقايق. لا تشربوا حاجه. تشرب ايه يا فندم؟ لا تشرب حاجه. اوكي طب اديني واحد شاي. شاي؟ طب ثواني بس اخد الاوردر بس. واحد شاي. المدام شاي نعناع بقى. اوكي ماشي. نعناع فريش هيعجب حضرتك جدا. الاولاد تاكلوا ايس كريم؟ ايس كريم ها؟ 3 ايس كريم. حضرتك تحبوا تجربوا كيكه الداخليه الشقيه الجديده؟ كيكه الداخليه الشقيه؟ اكيد هتبقى حلوه مع الشاي. ماشي معلش يا فندم بس هعمل الاوردر بعد اذنكم. نقيب تيسير فهمي حول. بي سي 2 تي 3 ايس كريم 3 داخليه كيك بليز. ثانك يو. شكرا يا فندم منورنا يا فندم. نروح حضرتك يا باشا. بعد اذنكم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا رقبتي رقبة صريح الفيل هتفضل في ايد الزفت اللي اسمه العنابي ده هيذل اهلي عشان يظهر معاه؟ ولا انتخابات الرئاسه كده باظت خلاص ولا ايه؟ اوعى تقول كده يا ريس. على فكره بقى رقبه الراجل العنابي هي اللي في ايدك. ازاي بقى ان شاء الله؟ انا مش قلت لك طول ما انا معاك ما تقلقش من اي حاجه؟ وبعدين انا معقوله هفكر في موضوع الرئاسه ده من غير ما اكون ماليه ايدي من الراجل العنابي؟ ما تلعبيش باعصابي يا سلمى. انا قلت نحاول الاول كده مع الراجل العنابي بالذوق، ما جاش بالذوق انا سايبه له كارت في الاخر. ارمي بياضك. شوف دول. يا بنت الأبلسة ده مقفوش متلبس. تلمستك يا ريس، بس انا بقى عايزه حلاوتي وقتي. الله، ما انا قلت لك يا سلمى اما امسك همسكك الخارجيه. ايه في احلى من الخارجيه؟ هتلف الدنيا بحالها وتشربي خمره وتعملي كل اللي انت عايزاه براحتك على الاخر. لا يا ريس انا مش طماعه خالص. انا كل اللي انا عايزاه شاليه في مارينا وابقى رئيسه اللجنه الاعلاميه في الحزب. مش طماعه. لا ما من ساعه ما شفتك وانا هرشك مش طماعه. لا شاليه في مارينا خلاص اعتبري شاليه مارينا عندك. انما اللجنه بتاعت الحزب دي بقى اشمعنى المنصب ده بالذات؟ ده انا لسه مديه للواد بهجت امبارح. هغير رايي النهارده؟ عايزه تصغريني قدامه؟ بهجت. طب يا ريس العربيه الخضراء اللي انت راكنها بره دي وما بتستعملهاش خالص. بستعملها بروح بيها ماتشات الاتحاد، بس برضه مش خساره فيك يا سلمى. هخلي السواق بتاعي يروحك بيها الليله دي ويسيبها لك تحت البيت. عايزه حاجه تانية يا سلمى؟ تشكر يا ريس. تحب العب هدومي؟ لا يا ريس مش للدرجه دي يا ريس. ربنا يخليك يا ريس. لو النبي ربنا يخليك يا ريس. خلاص يا ريس خلاص يا ريس. بتعيطي ليه؟ في ايه يا عم انت؟ مش تخبط ولا تكح ولا اي حاجه؟ يا خبط انت فاكره نفسك بتعيطي في الحمام؟ ده الحاره كلها بتتفرج عليه. يعني الحق عليا اني لقيتك بتعيطي فقلت اجي اساعدك. مالكش فيه يا اخويا، المساعد ربنا، ساعد نفسك. دلوقتي المساعد ربنا؟ يا ساتر على قله الاصل. طب ما انت كنت من يومين قاعده بتنشي هنا ومفيش زبون راضي يعبرك، وانا اللي جيت لك اديت لك الازازه ومليتها لك زباين، وفي الاخر رجعتي لي الازازه وقلت لي ما باخدش هدايا من حد غريب. ها؟ قله اصل دي ولا مش قله اصل؟ ماشي، بس انا برضه اجدع منك. قولي لي مشكلتك ايه وانا هحلها لك. يا بنت قولي ما تخافيش. عايزه ادخن. تعرف تدخلني؟ وانت ليه عايزه تتخني؟ يا عم مالكش فيه، عايزه ادخن وخلاص. ما انا لازم اعرف عايزه تتخني ليه عشان اعرف اديلك ايه. خلاص يا اخويا انا هصرف نفسي بقى واكلم الانسه امينه شلبيه ولا حاجه. اولا اسمها امينه شلبايه، ثانيا امينه شلبايه دي بيروحوا لها عشان تخسسهم، لو قلت لها تخنك هتطردك بره. طب اعمل ايه طب؟ شوفي رغم ان انت قليله الاصل واثبتي لي بحركه الازازه دي ان انت شخصيه زباله، بس والله انت بنت حلال. والله
انا سبحان الله بالصدفه كده كنت جايب تركيبه لواحد صاحبي عشان تتخنه. يلا خديها وعوضي على الله. ايه ده؟ دي خلطه انا عاملها من بذر الكتان العضوي مع المغات، زي بارفان كده بيترش على الجسم يتخنك في خلال شهر من 50 ل 60 كيلو. بجد ده هيتخني يا دكتور؟ طبعا، ده انا بعت منه لناس كتير. استاذ طلعت زكريا زبوني، استاذ ماجد الكدواني زبوني، استاذ يحيى الفخراني زبوني، كل دول بيشتروا من عندي، كلهم كانوا زي كده وانا اللي عالجتهم. والنبي صحيح انا ممكن اتخن وابقى زي الاستاذ ماجد الكدواني كده؟ اتخن منه ان شاء الله. طب هو ده يعني بيترش ازاي ده ولا مخه ازاي؟ ده ترش منه على جسمك كله 3 مرات في اليوم على معده فاضيه. على معده فاضيه؟ وتفتكر هيشتغل؟ هيشتغل جدا. انا مش عارفه اقول لك ايه يا بيرو، بصراحه محرجه منك، ربنا يخليك. ما تقوليش حاجه، انا غاوي اعمل الخير وارميه في البحر. انا همشي عشان ورايا شغل، ولو احتجتي حاجه انت عارفه الكارت بتاعي معاك يعني. لا رميته في البلاعه. انا كنت عامل حسابي طبعا وجبت لك كارت غيره. ماشي، ما ترميش في البلاعه ده. شاكره قوي. بلاعه يا بنت البليات. اخد حبيبي بهجت سلمي، ازيك يا قمر؟ قمر؟ ده انت اللي قمر. الله يخليكي. بص يا بهجت، لو فاكر ان سلمى بيجي من البنات اللي تروح وتيجي تبقى انت فاهم غلط. بيجي هو حد مزعل القطه ولا ايه؟ القطه محدش يقدر يزعلها، ولا انت ولا 30 زيك. بقول لك ايه يا بنت الناس، ما تلغيني في الحوار كده عشان اعرف الغيكي. تسرح بيا وتفهمني ان رئاسه اللجنه الاعلاميه في الحزب مش في دماغك، وتطلع ملاغي صريح على المنصب من ورايا كده بقى، ولا مؤاخذه مش شغل رجاله. حلوه، بس شغل الرجاله ما ينفعش لا مؤاخذه مع النسوان يا سلمى. يعني ايه؟ يعني انا جيت معاكي صراح ودغري يا بنت الناس، تيك نتجوز وسكتنا تبقى واحده. انت بقى سرحتي بيا ولففتني وراكي على كعوب رجليا لحد اما ورمت. يعني احنا يا اما نبقى حبايب يا اعداء؟ ايه يا بنت الفكاكه دي؟ من الاخر هي كده. بص يا بهجت، انت ما بقالكش في القاهره كام سنه، ولسه يا دوبك متعلم تلبس البنطلون من كام شهر، يعني لسه ورور. يعني انا لو حطيتك في دماغي هضيعك. طب ضيعيني والنبي من غير ما تحلف، ده وعد مني. طب ما تتاخريش يا قبله، كوبايه ليموناده يا ابني لحسن اعصابي سايبه، وابقى زود السكر. انت ايه بقى الاغنيه بنت الجزمه اللي انت عاملها دي؟ بنت جزمه يعني تقصد حلوه ولا بنت جزمه تقصد وحشه؟ لا بنت جزمه وحشه؟ جزمه. موزز؟ انا عايز اقول لك انا رجعت مرتين في وسط الاغنيه. لا انت قول لي كل تعليقاتك بقى في ورقه، بس انت ما عجبكش اي حاجه، لا الاخراج ولا المونتاج ولا كله المنظومه كلها هباب، المنظومه كلها زفت. انا رايي المتواضع من غير مبالغه، اي واحد شارك في الاغنيه دي ولو برايه لازم يتحاكم، لازم. لا يا راجل ما تسودهاش قوي كده، ده سواقين التكاتك والميكروباصات مولعينها. انت ايه شعرك ده يا عصفور؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ده انا عامله عند محمد القصير. محمد الصغير عمل فيك كده؟ محمد القصير ده واحد تاني عندنا في الحته. طب عصفور سيبك من كل ده، انت ازاي تعمل الاغنيه دي من غير ما تقول؟ لا بقول لك ايه بقى يا دكتور، طول ما انا شايف شغلي كويس قوي واي حاجه صريح الفيل بيطلبها بيلاقيني قدامه، يبقى في وقت فراغي اعمل اللي انا عايزه. لو انت بنفسك بقى وعايزني اعتزل الفن، انا موافق اعتزل الفن، بس قابل بقى غضب جماهير. انت هتعمل لي فيها محمد منير؟ جمهورك ده ايه؟ تصدق يا عصفور، على قد التلوث السمعي البصري النفسي اللي انت سببته للبلد، بس الموضوع ده جاي مصلحه. ازاي؟ جاي كاموفلاج. مش واصله، ايه الروتيناج دي؟ كاموفلاج، عمل لنا ستاره يعني على الشغل بتاعنا عشان محدش يربط ان عصفور هو الرجل العنابي. بمناسبه الرجل الزفت العنابي، البنت فاتن اختي راسها والف سيف تتجوز الرجل العنابي. دي الخازوق اللي طلع لنا. انت يعني كان لازم تفتي وتروح لها الجامعه؟ الصراحه انا فتيت، بس اتصرف انت والنبي يا دكتور. خلاص انا هتصرف. بقول لك ايه، ما كلمتش الحاجه يعني بخصوص موضوع البنت فاتن اختي انها تتجوز يعني الاستاذ ابنودي اخوك؟ انت عايزني اقول لامي ان ابنها الحيله هيتجوز فاتن اختك؟ بص يا عصفور، انا امي عمرها ما راحت لدكتور، لو شافت فاتن اختك انا متوقع تتشل فيها دي. هو صحيح ليه ست والدتك بتخاف قوي كده على الاستاذ ابنودي اخوك؟ هو ابنها الوحيد؟ تعالى يا ابنودي، تعالى يا بيرم، تعالى بس. في يا بيرم؟ انت بتترعش ليه يا ابنودي وانا بخطفك؟ تعالى يا حبيبي اقعد ما تخافش. بص بقى يا ابنودي، من الاخر انا جايب لك عروسه.
عروسه اتجوزها؟ امال جايب لك عروسه اتجوزها انا؟ طبعا تتجوزها. بص يا ابنودي، انت كبرت وبقيت راجل كسيب وجه الوقت ان انت تتجوز. عندك حق يا بيرم، انت مش عارف انا تعبان قد ايه. انا عارف طبعا. امال الويندوز اللي عمال يضرب ده عمال يضرب من ايه؟ ما هو من الافلام الزفت اللي انت عمال تنزلها من على النت. خلاص بقى يا بيرم، مش قدام الحيوانات، مش قدام الحاجات اللي في المعمل دي يا بيرم. طب قول لي، هي مين العروسه دي؟ دي اخت واحد صاحبي، عصفور اللي شغال معايا، ما انت عارفه. عصفور؟ بس انت مش شايف الناس دي فقر علينا شويه؟ ايه الكلام ده يا ابنودي؟ الفقر مش عيب. لا ما اقصدش يعني، انا قصدي يعني انهم ناس معفنين. العفانه مش عيب يا ابنودي. طب خلاص سيبك، هي اسمها ايه؟ اسمها فاتن حمامه. الله، اسمها حلو جدا. انا حاسس ان انا سمعت الاسم ده قبل كده. طيب هي حلوه؟ بالنسبه لك ولا عموما؟ بالنسبه لي طبعا. لا بالنسبه لك كويسه معديه يعني. طب وعموما؟ لا عموما كارثه طبعا يعني. طب خلاص مش مشكله، يلا نروح نتجوزها. تعالى بس، الموضوع مش بالبساطه دي. عندنا مشكله بسيطه. ايه؟ دلوقتي احنا لو خدنا بعضنا ورحنا خطبنا البنت دي بمنظرك ده اكيد هترفض. هي مش اكيد هي يعني، عموما اي حد هيرفض يعني. عندها حق الصراحه، انا لو اختي مرضهالهاش. عشان كده لازم نشوف لها دخله تانية. ايه بقى الدخله التانية؟ بص يا عم، بقى البت فاتن دي بتموت في حاجه اسمها الرجل العنابي، مش عايزه تتجوز حد غيره. الرجل العنابي؟ اه. طب يلا سلام بقى. تعالى يا عم، تموت في الرجل العنابي ايه؟ الرجل العنابي لو عرف ان انا بحب البت بتاعته مش بعيد يموتني او يقطعني ويخرطني للوز. يا عم الرجل العنابي البت دي مش في دماغه اصلا. الرجل العنابي مصاحب واحده جارته من زمان، ناس كتير شافوهم طايرين مع بعض كذا مره، هو ما بيحبهاش خالص. اذا كان كده ماشي. انت عارف ان الرجل العنابي ده ماضي في الحزب بتاع عمك صريح؟ ايوه عارف. انا بقى هكلم عمك صريح واقول له يتفق لنا مع الرجل العنابي نعمل كده تمثيليه على البت فاتن دي، نكرهها في الرجل العنابي ونحببها في مين؟ في الابنودي. انت هتصاحبني انا في ايه؟ طب اخلع انت دلوقتي يا ابني ولا هتصرف؟ طب هي فاتن دي ملهاش اخت يعني تتجوزها كده؟ اطلع بره يلا. الو. ايوه يا بيرو. انكل، جبت الشيك؟ طبعا الشيك معايا، ده انت هتفرح قوي لما تشوفه. طب انا جاي لك حالا. سلام. مش مرتاح للمكالمه دي. شوف بقى يا ساتع في السماء، الجدول عندنا البروجرام ايه مليان على الاخر. في اهو عندنا من 4 ل7 خطوبة اخت نبيل الحلاق، من 7 ل9 بقى عندنا اسبوع ابن اخو نبيل الحلاق، من 9 ل 11 عيد ميلاد ام نبيل الحلاق، من 11 ل 12 بقى طهور نبيل الحلاق نفسه، زيطه وزنبليطه. بقول لك يا بخ، على السكه وعلى الدغري كده، انا النهارده مش عايش اللحظه، الغي كل المواعيد دي. بقول لك يا عم هيل، على السكه وعلى الدغري برضك عايزين ننكش كده في السوق على واد بيقول شعر حزيني حلو. في يا عم هيثم؟ مفيش حاجه، مفيش. الله يا نجم يا منور حتتك. عايز انت كمان اتصور معاك. في يا بخ؟ ايه بتصور مع جرابيع عادي انا؟ لا مؤاخذه يا نجم، لا ريح انت ساتع في السنة. نعم يا عم، تتصور معاه ايه؟ مش قالك ما بنتصورش مع جرابيع؟ بص يا عم الحاج، انا هديك بوستر كده بتاع النجم، تروح للمصورات على اول حاره تتصور مع البوستر. ايوه خبط كف بكف، انا ابن جزمه مفتري ماشي. فيها بقى حد نفسك مفيش حركه. ايه وهصت ايه؟ انت عشان لعبت معاك تشتم الناس. وانت مالك انت يا عم مالي ايه؟ اذا كنت لسه بتقول لي عايز شعر حزين وانا جنبك. طب على السكه وعلى الدغري كده بقى يا عم هيثم، انا هقول لك حاجه، انت في الفرايحي برنس، لكن الحزيني ده مش لونك يا عم هيثم. بالعكس بقى. طب اسال نتاشا كده، انا في الكتابه الحزيني فشر ام سكسك الندابه. بص يا عم هيثم، مش هنعمل لبعض محسوبيه في الفن عشان نفضل محافظين على مستوانا ونفضل راكبين السوق. تقصد ان انا يعني بستغل علاقتنا ببعض وصداقتنا وبفرض عليك رايي؟ يا راجل انا كده انت بتزعل بس يا عم هيثم اقعد، ما انت بتخرج عايز تعمل كل حاجه. ايه حسام حسن؟ عده مواهب عندي. الله. عصفور، وانا كمان عندي عده مواهب غير المكوى. عايز انت كمان يا بخ؟ اول امبارح اكتشفت ان انا بكتب اغاني، وايه كتبت حته طقطقه عصفور حزينه انما فجره. انت ممكن اسمعك؟ سمعني. زحالف زحالف وانا قلبي حالف ما يبات قتيل النهارده. مش بطاله ده بخ، بس تفتكر ان ظروف البلد تسمح ان احنا نتكلم في الزحالف دلوقتي؟ ده دورك عصفور كفنان وكنجم، تطرح على الشارع الافكار، تتكلم في السياسه في الزحالف، وبعدين تشوف هم رايهم ايه ولا ازاي؟
كوبايه. ايوه والنبي ماشي وشيل الاستاذ. يلا امشي من هنا. ينفع يا ناقصك وتخلينا نتكلم مع الراجل. يلا من هنا. حاضر. انا هظبطك يا عم. انا اعرف واد اسمه ابراهيم الجريح بيكتب غم من الاصل. اكلمه لك انا واد حبيبي قوي. مش ده انتحر يا عم هيثم؟ لا يا راجل اللي حوالين اللي انتحروا هو الحمد لله. جريح. ماشي. الو ابراهيم ازيك يا جريح؟ انا هيثم الجعجاع يالا. هيثم الاكورديون ملك المنوفيه في الاكورديون يا ابني. الله يخليك. بقول لك ايه، انا عايزك تكتب لي كلمتين حزيني كده، عياط خفيف. لا مش عزا، كلمات شعر عشان واحد حبيبي كده، اغاني خفيفه كده. بس عايزك تشرفني بقى. ها ابراهيم؟ ماشي، تعيش وتفتكر يا حبيبي. ايه رايك بقى في الفضايح دي يا بيرو؟ طالما عايز تغرقني خلاص، تبقى مش فارقه عليا وعلى اعدائي. في لحظه الصور دي تطلع، يبقى فيلم العنابي بتاعك ده ينتهي خالص. ايوه بس العنابي لو وقع الحزب بتاعك هيقع معاه. يقع في 60 داهيه. اعمل حزب غيره، واذا كان ده شعاره الصراحه راحه، يبقى شعار الحزب الجديد الشفافيه احلى ما فيا. ايه رايك؟ وما عملتش احزاب تاني يا سيدي ولا يهمني. انا راجل فلوسي سنداني قوي، انما انت ايه اللي سندك يا ولدان؟ لو حتى لو عرفت تعمل 50 عنابي غيره مش هينفع، لانه خلاص هتبقى الفضيحه لزقت فيك. يا ريتني خبطت عمود نور قبل ما اخبطك يا عنابي الكلب. يا ريتني اتقلبت بيا العربيه في الترعه قبل ما اخبطك. واضح ان الفضيحه لزقت في دماغك. طلباتك. ايوه كده يا هلا بيرو، خليك مع صريح تكسب يا بيرو. شوف يا ابني، انا كلها اسبوعين واعلن ترشحي للرئاسه، عشان كده انا عايز العنابي بتاعك ده يلزق فيا، ما يسيبنيش خالص، ويعمل لي بقى شويه حركات كده تلم الناس حواليا، يعمل لي دعايه وبروباجندا قبل ما اترشح لانتخابات الرئاسه. على فكره خلي الصور دي معاك، يبقى فرجها للعنابي بتاعك وما تخافش، انا عندي منها نسخ كتير قوي يا ابن فاطمه. يا ريتني اتقلبت بيا العربيه قبل ما اخبطك يا عصفور. يا ريتني دخلت بالعربيه في قطر قبل ما اخبطك يا عصفور. ما خلاص بقى يا دكتور، قلت لك المنطلون وقع عليه الشاي، قمت اقلعه عشان ينشف. وتقلعه ليه؟ وتخرج معاها ليه اصلا؟ انا مش منبه عليك ما تخرجش معاها. اهي ضحكت عليك يا عفص. ضحكت عليا بس دي صرفتني الظريف. المهم يا دكتور ان الصور دي لو راحت للصحافه هتفضح انا وانت. ايه اللي تتفضح؟ الصور دي هتشغل اليوتيوب سنه قدام، سنه قدام ما وراهوش غيرها. حطينا تحت رحمه صالح الفيل عشان غبي زيك. مش هنعرف طبعا نطلب منه فلوس بعد كده، هيذل ابونا عليها. يا عم الفلوس اهون من الفضيحه. انت عارف يا عصفور، انا مش مضايق انك خرجت معاها من ورايا، ولا ان انا صورتك وانت من غير بنطلون. انا اللي مزعلني حاجه واحده. يعني مش حاطط ايدي على الباب، ايه اللي مزعلك؟ بص على الصوره يا عصفور، ايه اللي انت لابسه تحت البنطلون ده؟ ده بوكسر كوبسر. مبدئيا اسمه بوكسر، لابس بوكسر عليه صوره سوبرمان، يا مهزأ يا عديم الانتماء. انت ما عندكش اي كرامه، ما عندكش اي انتماء. ايه اللي فيها ده يا دكتور؟ هو سوبرمان ده مش منافس زيه زيك، مش بطل زيك. يعني انا مش فاهم انت بتعمل ايه يا عصفور؟ حاطط صورته على البوكسر بتاعي بتصيطه مثلا؟ تفتكر سوبرمان ده بيفكر فيك كده برضه؟ يعني ممكن انا وانت نبقى بنتفرج على فيلم سوبرمان نلاقيه طالع في مشهد لابس بوكسر عليه صورتك؟ خلاص بقى يا دكتور، قدر ما حصلش وان حصل ما يتكررش. سوبرمان ايه اللي بتتكلم فيه واحنا في المصيبه السوداء دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده لو حد عرف ان انا الراجل اللي عنابي هتبقى فضيحه. يا تيسير بيه دول مسجلين خطر اغتصاب. هنتعامل معاهم ازاي دول؟
يا مدحت طالما معاهم بطايق ويقدروا ينتخبوا يبقى زي ما الشرناوطي قال ناخدهم في حضننا. يا فندم حضننا ايه؟ انا بقول لك اختصام، تقول لي حضننا؟ مش بالمعنى اللي انت فهمته يا مدحت. منورنا يا رجاله. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا. التحقيق ممكن يطول شويه. ماشي يا جماعه، في سؤال كده شخصي، سوري هخش معاكم في تفاصيل شخصيه شويه كده، اسف اني بسالكم السؤال ده، بس انا لازم اعرف مين فيكم اللي غمى عين البنت واغتصبها. والله العظيم انا يا باشا. يا باشا والله ولا انا؟ ولا انا يا باشا. كده انا هضطر احجزكم لحد ما حد فيكم يعترف، بس ما تقلقوش على البيت. احنا هتكتبوا لنا طلبات البيت كلها في ورق، واحنا هنبعت نجيبها ونوديها لغايه البيت، ما تخافوش. يا باشا احنا عالم غلابه يا باشا وعايزين نربي عيالنا. وما تقلقوش كمان على العيال، لان في خدمه جديده بتقدمها وزاره الداخليه، انها معينه مدرسين دروس خصوصيه في جميع المواد اكفاء جدا عشان يهتموا بالابناء اللي اولياء امورهم مسجلين خطر ومجرمين ومغتصبين وزباله زيكم. يا باشا انا ماليش في حكايه الحبس دي يا باشا. وبعدين سعادتك يا باشا ما تشوف اللي عمل الليله دي مين يا باشا، والاثنين اللي مالهمش في الحكايه دي يروحوا. الغبي اللي بيغتصب ده يعمل كده ليه ها؟ ما الحريم على قفا مين يشيل. ما يا باشا احنا مالناش في حكايه الملغيه والمعاكسه، من الاخر كده الجثه اللي بتعجبنا كده يا باشا بننجز وبنقفشها. لعلمك الحريم ما تحبش القفش، الحرمه عايزه اللي يدلعها. سجاير؟ تشكر يا باشا بجد والله. ولا انت اصل يا باشا. انا يخليك يا باشا. وبعدين الملغيه عايزه صبر والواحد خلقه ضيق. يا ابني الحرمه دي داخله، عرفت تدخل عليها صح خلاص بقت زي الخاتم في صباعك. باشا بعد اذنك يعني ما تخليك واضح معانا يا باشا كده وعشان نفهم بس الحوار فيه ايه. هقول لكم حاجه كده من خبرتي الشخصيه. يعني انت مثلا بتسقط بعربيه، تعدي تكلكس بحبك وتطير، تاخد راوند وترجع، ترمي بقين حلوين وتطير وتاخد راوند وترجع، تقول لها مصلحه ولا مروحه وتطير وتاخد راوند وترجع، تقول لها بقى تجيب واحده صاحبتها وتجيب انت واحد صاحبك كده يعني وتقضوا الدي ولا ايه؟ افرض ما جابتش صاحبتها يبقى تطير تاخد راوند تنزل صاحبك وترجع لها سنجل. طب يا فندم هستأذن حضرتك بقى، انت عارف البيت والمدام فشكل الموضوع هيطول. لا ولا يهمك. بقول لك ايه يا مدحت، ممكن تعملي نسخه من مفتاح البيت لان انا وانت مواعيدنا غير بعض خالص. ولا اقول لك هات مفتاح البيت بتاعك واعمل انت نسخه على مفتاح المدام. هات يا حبيبي. اتفضل يا فندم. وبقول لك يا مدحت كمان بالمره، انا من اول الشهر ان شاء الله هدفع معاك في مصروف البيت. اول الشهر؟ ايه لسه في اول الشهر؟ هدفع معاك يا مدحت. هشارك يعني هشارك، انا ما بحبش اتقل على حد. طب ويا ترى يا فندم بعد المحاضره دي حضرتك هتروح على طول ولا هتاخد راوند مع الشباب؟ هتاخد راوند مع الشباب. السلام عليكم. ما تقلقش يا دكتور بيرة، انا قاعد مستنيها اهو. يا عم ما تقلقش، بقول لك اقسم بالله مرمط بكرامتها الارض. خلاص بقى ما تزلنش. ماشي، سلام يا دكتور بيرة. سلام يا صاحبي. الله يسهل لك، روحوا اشتغلوا بقى بلاش قرف. يا عصفور انا سلمى. سلمى؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ انت قفشوكي بتتحبرشي بحد ولا ايه؟ بهجة الجعفر اللي بيشتغل عند صريح الفيل هو اللي عمل فيا كده. ده وحش كاسر. تلاقيكي عملت فيه حركه من حركاتك قام ظرفك علقه. والله ما عملت فيه حاجه، هو اللي بقاله شهور بيجري ورايا عشان يتجوزني وانا مش عايزه اتجوزه عشان ما بحبوش. ولما عرف ان انا وانت بنتقابل وان في ما بينا اعجاب وكده تهجم عليا وضربني وفتش شنطتي ولقى صور العنابي. قعدت ابوس رجله واقول له والنبي اوعى تاخد الصور دي. كان اهون عليا انه يموتني وما ياخدش الصور، كان اهون عليا انه يرميني في النار بس ما ياخدش الصور ويفتح العنابي ويزعلك مني يا عصفور. يا ابن الجزمة اتأثرت جدا. أنا آسف أوي يا أبلة سلمى، أنا صحيح ظلمتك. أنا كل ده كنت فاكر إن أنت اللي بعتيني وبعت العنابي، طلع ابن الجزمة ده هو اللي عمل كده. أنا آسف يا أبلة سلمى، بس خلاص بقى قدري ما حصلش والحصل ما يتكررش. لو عايزني أسامحك خلي العنابي ياخد لي حقي منه. يا دي الرجل العنابي، فيها يا أبلة سلمى؟ كل حاجة العنابي، هو اللي قاعد قدامك ده مش راجل ولا إيه؟ عيب يا عصفور، ده أنت راجل وسيد الرجالة، بس يعني أنت مش راجل خارق، مش زي العنابي تعرف تضرب وتطير. طب قسما بالله لا أعمل اللي العناب ما يعرفش يعمل نصه. متشكر قوي يا فاطمة على اللي أنت عملتيه معايا. متشكر على إيه يا منعم؟ ده واجب عليا. عارف أنا ما نمتش طول الليل. اتفضل.
انا مش عايزه اقول لك، انا ما نمتش طول اليوم. لعلمك قاعده حزينه وزعلانه، قدامها قربت تفر من عينيا. كل ما افتكرك وانت بتتكريت على قفاك، او المساجين ملمومين حواليك في الحبس وعاملين عليك حفله، وانت وشك لازق كده في باب الحجز وعمال تقول هلب هلب ومحدش معبرك، بحس ان انا عايزه اعيط. عشان كده اول ما كلمتني عشان اجي اضمنك جيت بسرعه جري اوام وضمنتك وخرجتك. اصيله يا فاطمه، اقرب الناس ليا ما عملوش اللي انت عملتيه معايا. انا مهبط قوي يا فاطمه. طبعا لازم تكون مهبط، كتر خيرك من كتر الطرقعه على قفاك وقله الاكل. لا انا مهبط من كتر الطرقعه على قفايا بس. هم فاكرين ايه؟ هم فاكرين ان هم هيقيدوا حريتنا، هيموتوا حماسنا للتغيير، لكن لا، ده بعضهم. لقد خلقنا الله احرارا ولن نستعبد بعد اليوم. كفايه بقى، كفايه منها من الكلام ده. كفايه بقى الكلام الحماسي ملوش لازمه اللي ما بياكلش عيش ده. كفايه كانيش شعر وكوفيه على الجنب والشبشب مفتوح بصباع وشنطه بالعرض. كفايه بقى صعلكه في وسط البلد. انا عشان يبقى في حاجه بجد ما بيننا لازم احس بالامان اكتر من كده. انا مش حاسه بالامان. في حاجه بينا؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ انت ما كنتش جدي؟ انا عمري ما كنت جدي. بتستهبل؟ كنت ايه؟ بتشتغلني؟ كنت بتشلطني؟ انت كنت بتلعب بيا؟ لا والله لا، انا عمري انت مش جدي يا ولا ايه؟ اسمعيني بس يا فاطمه، انا قصدي عمري ما كنت جدي قد المره دي. اظبط كلامك بقى معايا كده. فاطمه انت مش عارفه انت بقيتي بالنسبه لي ايه، وعشان كده احنا لازم ناخد خطوه. وانا كنت بقول كده برضه يا منام، لازم ناخد خطوه جديه في مشوارنا. طب ايه رايك نضرب ورقتين عرفي؟ ورقتين ايه؟ عرفي. ورقتين ايه؟ انت هتلخبط في الكلام تاني ولا؟ هو انت فاكرني من الشارع ولا ايه؟ ايه ورقتين عرف دي؟ وانا عشان عكستك على النت يعني وكلمتك وجيت لك لحد الاسم وضمنتك تفتكرني جايه من الشارع؟ لا، انا بنت ناس يا ناس، انا ست محترمه، احترم نفسك. عرف ايه ده اللي انا اكتبه؟ ناقصه دراع ناقصه رجل. ايه دي بس يا فاطمه، انت فهمتني غلط. انا من كتر حبي ليكي عايز انجز، مش عايز بقى الحاجات الروتينيه بتاعت الاهالي دي تعطلنا بقى، الشبكه والمهر وادخل قدام من بقى الحاجات ديت. الحاجات دي ممكن تقتل حبنا قبل ما يتولد. لا، انا عايزه فرح وعايزه ابقى عروسه. انا مش واحده من الشارع، انا بنت ناس يا ناس، وعايزه زفه اللي بيقولوا فيها يوم الخلول اتمختار يا حلوه دي. وانا ليله ولا قليله؟ خلاص يا فاطمه، اللي تشوفيه، كل اللي انت عايزاه انا هعمله لك. منام. ايوه. انا حاسه ان بذره حبنا قربت ترعرع، بس احنا ممكن نروح للحلاق عشان قرب يبقى سلك تليفون جامد. انت متأكدة قبل سلمى انه جوه؟ ايوه يا عصفور، الساعة 4. يعني هو ما بيفكش ميه غير الساعة 4؟ خش يا عصفور قبل ما يخرج، يلا يا عصفور. ماشي، عارفاني كده؟ لا يا عصفور، يلا يا عصفور. بيخاصمني بقاله مدة وفلق. مين؟ لو ضايقت سلمى تاني مش هخليك تعرف تفك ميه تاني. يخرب عقلك يا عصفور، اصطادته منين ده؟ لقيته في الخرابه اللي ورا الحاره. كويس ولا سربه ولا ايه؟ الا كويس، ده هايل، ده هيخلي اختك فاتن تصرف نظر عن الرجل العناب ده خالص. خش يا هايل. انا نفسي اعرف انت جبت الاكونت بتاعي منين. عيب عليك، انا برضه الراجل العنابي. بقول لك ايه، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اتفضل. ممكن تفتحي الكاميرا بتاعتك عشان نشوف بعضينا بقى؟ يا سلام، من عينيا. يا اختي عليك، ده انت طلعت زي القمر. في يا دكتوره فاتن ليه؟ اطلع بره. دي بتقول له زي القمر، بتقول له زي القمر. يعني هديها بالجزمه. انت جنس ملتك انت واختك، انتوا راضعين زباله. خلاص بقى يا دكتور، قدر ما حصلش والحصل ما يكررش. تلبس البدله وتقعد على الشات وتكلمها، تقول لها تقابل الرجل العناب بكره في المكان اللي هقول لك عليه وانا هتصرف. خلاص حاضر. فين البدله؟ سرقها بدين. الحقوا، دي حياة امي بره، الحقوا. في منار من كفر ترمس بتقول: يا صروحه نفسي اعرف طريقه عمل العتاقي المحشيه. اقول لها: يا منار يا قمر يا منوره، كل حاجه حلوه
انا مخصص حلقه كامله ان شاء الله الحلقه اللي جايه لطريقه حشي العتاي. هعلمكم ازاي نحشي العتاي. ودلوقتي بقى لا ده استوى خلاص. تمام كده اهو كده تمام. بعد اذن سعادتكم بقى عايز التقي بيكم نتابع اهم واخر احداث حزب الصراحه راحه، وهيقدمها لنا المتحدث الرسمي باسم الحزب الاستاذ بهجت الجعفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير سيد الشريح. وآخر أخبار حزب الصراحة راحة هي جولة يقوم بها السيد رئيس الحزب السيد شريح الفيل ومعه الرجل العنابي قريبا في جميع أنحاء مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي غمرة؟ بهجت أنت إيه يا ابني مالك؟ في إيه؟ عفوا سيدي لا أسمعك بوضوح. أنا أسمعك بوضوح بس مش فاهم ولا كلمة من اللي بتقوله. أنت إيه اللي حصل لبقك يا بهجت؟ هو حادث أليم سيدي. حادث أليم يا فندم؟ السادة المشاهدين الأعزاء، أعتذر عن هذا اللبس وأعتذر عن سوء انتقائي لهذه النوعية من الموظفين، هذه النوعية الرديئة السيئة، وتصحيحا للخطأ وتصويبا له. ولأنني كما عهدتموني أحترم جمهوري كما جمهوري يحترمني، أعلنها مباشرة على الهواء أنني رفضت المتحدث الرسمي باسم حزب الصراحة راحة بهجت الجعفري. رفضته إلى الأبد. بهجت خد حسابك باللوكيشن وتوكل على الله يا ابني. شوف وشك هنا تاني. ها يلا يلا. ليه كده يا شريح بيه؟ ده دي بهجت حبيبك، ده دي تلميذك يا باشا تلميذك.